عمرك حسيت إنك شخص كويس بس مش محبوب؟ بتعمل مشاكل، محترم، شاطر، بس دايما في مسافة بينك وبين الناس. واحد داخل يقابل مديره، مجهز كل كلمة، مركز يبان شاطر، بس مديره كان مضغوط ومستعجل. قال كل حاجة صح لكن في الوقت الغلط. Animated by the project. الشخص العادي بيركز على أنا عايز أقول إيه، لكن الذكي اجتماعيا بيركز على إيه وإمتى وإزاي. الناس مش بتتعامل بنيتك، الناس بتتعامل بإحساسها بيك. ممكن تكون شايف نفسك واضح وصريح، لكن اللي قدامك شايفك حاد. في فجوة بين اللي جواك واللي بيوصل للناس، وأخطر حاجة إنك مش شايفها. قاعدة بسيطة: الناس مش مهتمة بيك، الناس مهتمة بنفسها. انت بطل قصتك مش بطل قصتهم، ولما تفهم القاعدة دي هتعرف تدخل لأي حد من الباب الصح. تعمل ايه؟ اسمع بتركيز حقيقي، راقب قبل ما تتكلم، اقرأ الشخص والموقف، عدل طريقتك مش شخصيتك. مش محتاج تمثل، محتاج تبقى أذكى في التعبير عن نفسك. خلي هدفك إن اللي قدامك يحس إنه مفهوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الذكاء الاجتماعي مش رفاهية، ده الفرق بين شخص بيتنسى وشخص بيسيب أثر.